هو اللي احنا كنا بنلعبه ده منتخب المغرب؟ فهموني يا جدعان، ده منتخب اوروبي، ده منتخب جامد قوي. ايه يا مغاربه؟ ده متخيل ايه؟ انت متخيل ان ده المنتخب الاولمبي؟ ده مستقبل المغرب. انت متخيل المغرب هتعمل ايه في افريقيا؟ المغرب هتنيم افريقيا ابن المغرب. حرفيا منتخب المغرب عندهم مستقبل مرعب، وبجد يستحقوا ان هم ياخدوا البرونزيه. مبروك لاخواتي المغاربه، مبروك ان هم يكسبونا النهارده، بس مش 6. ما هي مش 6 بس. هتقول لي ديت ايه؟ هقول لك دي نتيجه العشوائيه، دي نتيجه ان ده ما بيحبش ده وده بيكره ده، وهقول لك ليه. ولكن بص على منتخب المغرب يا باشا، الناس كلها ايه؟ شغاله. الناس كلها شغاله في سيستم، الناس كلها شغاله لمصلحه المنتخب المغربي فقط لا غير. بص على وليد الركراكي وقاعد في المدرجات، المدرب بتاع المنتخب الاول جاي بيتفرج وبيدعم المنتخب الاولمبي. اما احنا كابتن حسام هنا، لا يا باشا انا عاوز لعيبتي قبل معسكر المنتخب 10 ايام، هو ده بس. هو كابتن حسام فالح في الحته دي، تمام. ولكن احنا مفيش يا باشا، مفيش. شكلنا النهارده وحش، شكلنا وحش قوي. احنا ولا شكل ولا طعم ولا لون ولا ريحه ولا كيس برسيل حتى. العيال مش فاهم في ايه يعني. احنا ولا عارفين نطلع بالكوره، مش عارفين نعمل حاجه. ده احنا لبسنا الاول قلنا هنضغط، لبسنا التاني قلنا هنشد، لبسنا التاني مفيش. بدي احنا عمال نلبس. ده الجون السادس ده، بص الفاول منين. وعارفين يعني اللعيبه جالها احباط يا جماعه. انت بتتكلم في لعيبه وكواليتي عالي جدا، بتتكلم لعيبه في منتخب المغرب مرعبين، مرعبين حرفيا. منتخب قوي حرفيا، منتخب قادر على المنافسه في اي بطوله. ده بص سفيان رحيمي ده اللي احنا كنا هنجيبه الاهلي وما رضيناش بيه، بص عامل ازاي، هداف البطوله، جايب 8 تجوان. في حاجه غلط. هي دي منظومه الكره المصريه، دي النتيجه. احنا لعبنا قصاد فرنسا كويس، لعبنا وكسبنا باراجواي، بس يا جماعه هيجي عليك لقطه او حته اللي هو سوء التنظيم، هتقف فيها بقى. هتقف فيها ليه؟ ما انت ماشي عشوائي، فاهم؟ ماشي عشوائي كده، ففجاه هتلبس. ما هو انت انت مش عارف انت رايح فين، فانت ماشي فالطريق اقوله حلو، الدنيا زي الفل، بس بقى طول ما انت ماشي هتتوه بقى، انت مش عارف رايح فين، عشان انت مش مخطط. كمنتخب مصر مش مخططين، مش جايبين راجل ميكالي ده قايل له احنا مش هنعمل كذا 1 2 3 من كام سنه عشان المنتخب. لا، ده الراجل ده جه فجاه حسينا بيه ان هو مدرب حلو، تمام. جمال علام ده اللي يعني اكبر دليل يقول لك ان منتخبنا ماشي بالعشوائيه. لما كان جمال علام طالع مع سيف زاهر، وسيف زاهر بيقول له احنا هنعمل ايه مع ميكيل؟ قال له ما اعرفش والله، اساله حازم امام. انت متخيل؟ ده رئيس اتحاد الكوره، ده رئيس المنظومه، هو مش عارف، هو مش عارف هيعمل ايه. فانت متخيل ان ده رئيس المنظومه مش عارف هيعمل ايه؟ احنا اللي نعرف. يقول لك اساله حازم. نسال حازم مين؟ ولا نعمل ايه؟ طب انت لازمتك ايه؟ 6 يا مغاربه. الفرقه من كام؟ الفرقه ده انا عامله الفرقه يا رب يصفر. ده احنا صعبنا على الحكم، صعبنا على الحكم والحكم صفر، ما حسبش وقت. قال لك ايه ده؟ 6 دي في الكوره نتيجه كبيره قوي، وانت كمنتخب مصر انت كبير قوي تخسر 6. لا لازم حاجه تحصل في الكوره المصريه، والله لازم حاجه تحصل. حرام اللي احنا شفناه النهارده. اللعيبه لا حول ولا قوه، فاكرهم حاله ذهول. والراجل ميكالي هتقول لي الاهلي، اقول لك الاهلي كان غلطان. هتقول لي الاهلي يا باشا عشان الدوري، اقول لك يا باشا الاهلي كان هياخد كده الاهلي كان هياخد الدوري كده كان هياخد. لكن يعني انا كان نفسي المنتخب ده يعمل حاجه. انا لما اروح والله ما كنتش متابع، بس لما اتفرجت على المنتخب ده حسيت ان هو هيعمل حاجه، حسيت ان احنا ممكن نحقق رقم، نوصل لحته كويسه. الراجل مش معاه حد، معاه خط دفاع ابيض يا ورد. تخيل ده هناك لو كان موجود عبد المنعم مثلا والونش، اللوز. انت تخيل واحد ما كان موجود في نص ملعب زي امام عاشور ياخد الكرة ويعمل تحولات. في حاجه غلط، وبتمنى من المنظومه ان يعني نتطور يا جماعه بجد، بالله عليكم عاوزين نطلع لقدام. نشوف يا عم، مش عيب نشوف اخواتنا المغاربه عملوا ايه ونعمل زيهم. ليه موضوع صعب علينا قوي كده؟ ليه ولا منتخب كبير ولا منتخب صغير؟ منتخب صغير فرحنا في ماتشين، قلنا بقى هنعمل نتيجه بقى والكلام اللي لازم منه. بينا لا حول ولا قوه، مش عارفين نعمل ايه، ولا اللعيبه عارفه تعمل ايه في الملعب، ولا ميكال اللي بره عارف يعمل ايه، ولا انت كجمهور مش عارف تعمل ايه. احنا عمال نضحك وبنتريق على نفسنا من الغل.
ودي اصعب حاجه من الغالب. انت مش عارف تعمل ايه، انت عمال تتريق على نفسينا. احنا مش عارفين نعمل إيه، مش عارفين. شايفين المنتخب امام المغرب لا حول ولا قوه، مش عارف يعمل حاجه. لا، نفسي الكره المصريه تتزق شويه. سلام يا برنس.